ستريس، تونسيون، والقلوب تدق عند جمهور الفريقين اللي في استاد واللي يتفرج في القهاوي ولا حتى في الديار. كل ما يقرب الوقت كل ما يكثر التركيز وتعلى التونسيون. الفريقين على أرضية الميدان والحكم النمساوي يطلق صافرة بداية دربي الأجوار، دربي العاصمة رقم 144. الترجي يدخل مباراة مسلط عليه كل الضغط وهاجس النتيجة، لكن كان وسط دفع معنوي كبير من جمهوره، الجمهور اللي رسم لوحة فنية رائعة في المدرجات صوتاً وصورة. النادي الافريقي كان مسلط عليه اقل ضغط من مضيفه، الانتصار يعني مباشرة التتويج بطلاً لتونس، وحتى نقطة التعادل تبقي على حظوظ وافرة في التتويج. الترجي يستحوذ على الكرة، يسيطر ويتوجه مباشرة للهجوم، وتنوعت الفرص اللي لقات قدامها سد منيع اسمه مهيب الشامخ اللي عدى موسم ممتاز مع فريقه النادي الافريقي، قام بعدة تصديات وخلى فريقه في المباراة رغم انه قبل برشا لعب وكان يلعب على الهجمات المرتدة. وحارس الترجي أمان الله مميش شفناه كان في مرات قليلة وسط تتالي هجمات الترجي والفرص الضائعة اللي ما كانش ثم المهاجم اللي يحسن إنهائها ويترجمها إلى أهداف، وهو ما كلف الترجي الكثير هذا الموسم. التعادل السلبي كان سيد الموقف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني النادي الإفريقي يتحرك أكثر، لكن باقي الترجي هو المبادر بالهجوم، إلا أنه هجوم وسيطرة عقيمة. الترجي واصل الضغط والجمهور دقيقة 60 يطلق كراكاج كبير، الفلام والدخان يغطي مساحة الملعب ويحجب الرؤية على اللاعبين، وخاصة كاميراوات الفار، الشيء اللي خلى الماتش يتوقف درجين كاملين دون احتساب بقية الوقت الضائع، و14 دقيقة تتزاد بعد 90. كرة مرتدة من هجوم الترجي توصل المهاجم البديل الصادق قديدة اللي خذاها ويطلع بها المرمى مميش، ومعاه المدافع ياسين مرياح اللي أجمع الفنيين والجمهور إنه كان لازم عليه يقوم بخطأ تكتيكي في تلك العملية آخر دقائق المباراة، إلا أنه مرياح يتجنب ارتكاب الخطأ والتعرض للإقصاء، وهو ما كلف الترجي هدف في دقيقة 105 بإمضاء غيث الزعلوني اللي يكتب التاريخ بتسجيله هدف الفوز رقم 33 للنادي الإفريقي في الدربي، والهدف رقم 300 في تاريخ الدربيات، اللي هو زاد هدف هزم الترجي على أرضه في البطولة لأول مرة منذ 5 سنوات، وهو هدف الفوز الأول للإفريقي على الترجي قدام جمهوره منذ 18 سنة. والأهم منهم الكل إنه كان هدف التتويج ببطولة تونس لفريق باب جديد بعد غياب اللقب على خزينة النادي الإفريقي منذ 11 سنة بقيادة شيخ المدربين فوزي البنزرتي اللي سجل البطولة رقم 11 في تاريخه. النادي الإفريقي الحمرة والبيضة، فريق الشعب، العشيرة كما يسميها الأحباء، بطل لتونس موسم 2025-2026 عن جدارة واستحقاق. فرحة كان يستحقها شعب الأحمر والأبيض ويستنى فيها من مدة بعد التضحيات الكبيرة بالغالي والنفيس اللي قام بها في سبيل جمعيته باش وصلها للنهار 10 ماي 2026 وين شافها من جديد على البوديوم المكان الطبيعي للنادي الإفريقي.